السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية حلم الكعبة في المنام لابن سيرين. رمز رؤية الكعبة في المنام للعزباء والمتزوجة. رؤية الكعبة في منام المتزوجة بتدل على المنفعة وخير من زوجها. رؤية زيارة الكعبة في المنام بترمز إلى ذهاب الهم وكمان حل الخلافات والمشاكل. أما إزارات المتزوجة إنها تبكي عند الكعبة في الحلم في إنها تحقق مرضها ويستجاب دعائها. أما رؤية لمس الكعبة في حلم المتزوجة بيدل على طلب المساعدة من شخص صاحب قوة. والطواف بالكعبة في المنام للمتزوجة من الرموز التي تدل على التوبة. كذلك رؤية الكعبة من الداخل في الحلم بترمز إلى عودة المرأة عن فعل منكر بسبب بيان الحق من الباطل. ومن رأت إنها تصلي عند الكعبة في المنام فهي بشارة خير لها. رؤية الكعبة في المنام للفتاة العزباء بتدل على قرب زواجها من رجل صاحب قوة ودين، خصوصا رؤية لمس الفتاة العزباء للكعبة في الحلم. وإن رأت غير المتزوجة إنها تزور الكعبة في المنام فهي تنال شرف ورفعة. كما بيدل البكاء عند رؤية الكعبة في المنام للعزباء على زوال الهم وتيسير أمورها عامة. لمس أحجار وجدران الكعبة في المنام للعزباء بيدل على الرزق والمنفعة من ولي أمرها. لمس أو إمساك بستار الكعبة في المنام للمتزوجة بيدل على التشبث بزوجها والمحافظة عليه. بتدل المشاركة بخياط ستار الكعبة في الحلم على اعتناء المرأة بزوجها واعتناء البنت بأبوها. رؤية الجلوس إلى جوار الكعبة في المنام للعزباء وللمتزوجة بتدل على السكينة والأمان والحماية من الزوج أو الأب أو الأخ، وعلى جميع الأحوال هي رؤية خير. كذلك تفسير رؤية النوم إلى جوار الكعبة للمرأة بيدل على الاطمئنان والأمان وعدم الخوف. الدخول إلى داخل الكعبة ورؤية الكعبة من الداخل للعزباء بيدل على النجاة من أمر خطير وعلى الاحتماء من الضرر. أما رؤية الكعبة من الداخل في المنام للمتزوجة بتدل على السكينة وحسن الخاتمة. أما بالنسبة للنظر للكعبة في المنام للعزباء وللمتزوجة بيدل على التوفيق في المساعي والحصول على الغايات بقدر ما تكون الكعبة قريبة من الرائية في الحلم. أما النظر إلى موضع الكعبة دون رؤيتها في المنام للمرأة بيدل على الخوف من الحسد أو السحر. رؤية الكعبة في المنام للحامل بترمز إلى مولود مبارك له شأن بين أهله. وإذا رأت الحامل إنها تلمس الكعبة في الحلم فهي وجنينها في حمى الرحمن تأمن من كل شر. ومن رأت إنها تلد عند الكعبة في المنام ترزق بولد صالح بإذن الله. يقول ابن سيرين: زيارة الكعبة في المنام بتدل على السفر المبارك والمنفعة الكبيرة من الأعمال الصالحة. والذهاب إلى الكعبة في الحلم بغير موسم الحج بتدل على اللقاءات المباركة النافعة، ربما زيارة أهل العلم والفقه. أما رؤية حلم زيارة الكعبة للحج أو العمرة فبتدل على التوبة النصوحة وقد تكون بشارة بالحج فعلا. الدخول إلى الكعبة في المنام بيدل على زواج الأعزب. رؤية دخول الكعبة في الحلم للكافر بتدل على إسلامه. الخروج من الكعبة بيدل على تمام أمر مبارك بشرط ألا يكون الرائي مطرود. أما رؤية الطرد من الكعبة في المنام بتدل على الخروج عن رأي الجماعة أو ابتداع بدعة. ربما دل الخروج من الكعبة في المنام على بطش السلطان أو تقلب صاحب الأمر. ومن رأى أنه يخرج من الكعبة طوعا فهو ينهي مناسك عمرة أو حج أو فرائض عليه. النظر إلى الكعبة في الحلم بيدل على الآمال والطموحات التي ينال منها الإنسان منفعة مباركة. بيدل النظر إلى الكعبة في المنام على استبشار صاحب الحلم خيرا. ومن نظر إلى الكعبة من بعيد في الحلم ربما يزور الكعبة بحج أو عمرة. وقيل النظر إلى الكعبة من قريب في الحلم بيرمز إلى نيل المعرفة. البكاء عند الكعبة في المنام فبيدل على فرح وسعادة للرائي. رؤية الكعبة والبكاء في المنام بتدل على الأمن من كل خوف والنجاة من كل شر. أما رؤية اللطم والبكاء بصوت عالي عند الكعبة في الحلم فبيرمز إلى مصيبة لا يرفعها عن الرائي إلا الصبر والدعاء. ومن رأى أنه يبكي عند الكعبة في الحلم بدون صوت فهي بشارة خير له بإذن الله. البكاء عند الكعبة من الرموز التي تدل على الندم الشديد بسبب الأخطاء والأفعال السيئة. فمن رأى أنه يبكي عند الكعبة في الحلم فهو يبحث عن المساحة والمغفرة على ما فعل. وقيل حلم الكعبة والبكاء عند رؤيتها بيدل على الدعاء المستجاب والخروج من المحن والكرب. والله تعالى أعلى وأعلم. لمس الحجر الأسود في المنام
بيدل لمس الحجر الأسود في المنام على اقتضاء الرؤي بعالم من أهل الحجاز، ولمس الحجر الأسود في الحلم بيدل على الترقي والسيادة في العمل أو العلم، بيدل على الحج والعمرة. وحمل الحجر الأسود في المنام بيدل على علو منزلته وإصابة جاه. أما من رأى أنه يأخذ الحجر الأسود في الحلم أو يسرقه أو يخفيه فهو يبتدع بدعة. دي كانت حلقتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.